عايز أسأل سؤال الأول قبل الحلقة بتاعت النهاردة. هل حد فينا جرب السجن أو اتسجن قبل كده؟ بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. على فكرة مش لازم السجن يبقى حيطان وأسوار. كتير قوي من الناس اللي ماشيين أحرار في الشارع وإحنا أنفسنا مساجين. بس مساجين في إيه؟ إحنا مسجونين في موقف، مسجونين في حدث، مسجونين في الماضي، مسجونين في إساءة، مسجونين في ألم. والألم ده أسوار وأبواب حديد قفلنا عليها ورافضين نفتحها لألا نطلق الآخر حر، بس في الواقع الآخر اللي أذاني وجرحني هو حر وأنا اللي عايش جوه السجن. النهارده عايز أتكلم عن موضوع عن الغفران، مش الغفران للآخر، الغفران ده لي أنا، لأن المرارة اللي بتبقى ناتجة عن الإساءات بتأذيني أنا، دي سم أنا اللي بشربه، والآخر اللي جرحني أو أساء إلي هو ماشي حر. إحنا عايشين في عالم مش معقد، عالم مش نقي، طبيعة ساقطة، كلنا أخطأنا وبنخطي وهنخطي تاني، إحنا والناس اللي حوالينا. ناس بيسئوا لنا وإحنا بنسيء للناس، ناس بيغلطوا فينا وإحنا بنغلط في الناس. ممكن أكون اتجرحت من إيه؟ ممكن موقف، فعل حد عمله فيا، أو عدم فعل كنت منتظر حد يهتم، عاوز حد يسأل، كنت متوقع إن بابا يديني حنية وحب ويسأل عليا ويهتم بيا، ما عملش. فأنا ممكن أتجرح من فعل اتعمل، أو فعل كنت محتاج له ما اتعملش. ممكن أتجرح من كلمة بيجيبوا سيرتي، يتكلموا عليا، أهانوني، وصفوني وصف وحش، وأنا نفسي بعمل كده في الآخرين بس الفكرة ما باخدش بالي. ممكن أتجرح من مجرد آراء أو اتجاهات، فلان ما بيحبنيش، فلان بيستغلسني، فلان مش مهتم بيا، فأنا مجروح لاتجاهات جوه نفس الآخرين. لما بيبقى في إساءة أنا بلجأ لأسلوب شكله إزاي عشان أتعامل مع الإساءة والجرح. هل كبت أو تجاهل أو نسيان، ولا عدوان وانتقام، ولا هروب وتمرد وعصيان؟ إيه الأسلوب اللي أنا كشخص لما يكون في إساءة جت عليا بتعامل معها؟ الكبت ده مش غفران، النسيان مش غفران، التجاهل مش غفران، الإنكار مش غفران، لكن دول بيعملوا مرارة جوه النفس. بولس الرسول لما بيتكلم عن السلام في رسالة العبرانيين بيقول لألا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرون. يعني جوايا يتولد مرارة وتعمل انزعاج وارتباك في العلاقات، وهيخلي الدنيا فيها اضطرابات وتنجس الكثيرين بسبب المرارة، بسبب عدم الغفران. والمرارة هتعمل فينا ايه؟ تعمل أمراض جسدية، تعمل صداع واضطرابات، قولون عصبي، اضطراب في الدورة الشهرية، نزيف، ألم في المفاصل، بهاق، ثعلبة، سقوط شعر الراس، اضطرابات نفسية، اكتئاب، قلق، اضطرابات في الشخصية. حاجات كتير جدا ممكن تحصل بسبب المرارة وضغط الإساءات اللي أنا محتفظ بيه وشايله وقافل على الجرح، وبدعي إن أنا غفرت، لكن أنا كبت وتجاهلت وأنكرت ولم أغفر. يعني ممكن أبقى مريض بسبب اللي حصل ده وأنا مش عارف، أو أنا معتقد أن الآخر هو سبب مرضي. لا، أنا سبب مرضي الأساسي الاحتفاظ بالمرارة. عشان كده الغفران ليا مش عليا. حد يقول لي أنا أغفر له ليه؟ هو ما يستاهلش، هو ما يستحقش أغفر له. أنت مش هتغفر له، هو ما يستاهلش، بس أنت اللي بتتأذي من عدم الغفران. الغفران ده شفاء لي أنا، مش للي أساء إلي، مش للعدو. أنا لما بسيبه بنطلق لحياتي، بتحرر من السجن اللي أنا حبست نفسي فيه عشان أعاقب الآخر اللي أساء إلي. يعني أنا بعاقب نفسي. أنا لما أحتفظ بالمرارة بعاقب نفسي، مش بعاقب المسيء إلي. فأنا اللي محتاج أغفر، أنا اللي محتاج حرية، أنا اللي محتاج إفراج وأطلع من السجن اللي أنا عملته لنفسي. هل لي أضرار روحية؟ طبعا. ربنا قال متى وقفتم تصلون فاغفروا للناس زلاتهم لكي يغفر لكم أبوكم السماوي أيضا زلاتكم، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم السماوي أيضا زلاتكم. وقال اغفروا يغفر لكم، وقال بالكيل الذي به تكلون يكال لكم ويزاد كيلا جيدا مهزوزا فائضا ملبدا يعطون في أحضانكم. قال ارحم عشان تترحم، اغفر عشان يتغفر لك، لا تدين عشان لا تدان. فعدم الغفران يدين الخلاص. أنا عندي خطايا كتير، هغفر لأخويا خطايا الصغيرة، ربنا يغفر لي خطاياي الكتيرة خالص اللي أنا مش هقدر على تمنها ولا على الهلاك الأبدي اللي ممكن تعمله فيها، لكن بسبب أنا غفرت ربنا إدى وعد، لو أنت غفرت أنا كمان كريم وهغفر زيك وأحسن منك. ليه مش بغفر؟ أو ممكن عدم الغفران يعمل إيه؟ ممكن يعمل عمى بصيرة. أصلا أنا مش مدرك أنا بغلط، وربما أنا اللي تسببت إن أخويا يسيء إلي. أنا بتحمل مسؤولية أخطائي جهة أخويا اللي أسأني،
ولا أنا مش مدرك إن أنا غلطت؟ طب أنا مدرك إن أنا عندي بغضة وكراهية وحنق وغيظ وعدم غفران؟ أنا مدرك ده ولا مش مدرك؟ فممكن يصيبني المرارة ده تصيبني بعمى. القديس يوحنا الرسول يقول: من يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة ولا يعلم أين يمضي لأن الظلمة قد أعمت عينيه. اللي يقول أنا بشوفه هو لسه بيكره أخوه، لا هو في ظلمة، هو مش شايف، هو مش عارف. أنا مش بريء من الإساءة اللي تم بيها الإساءة إلي. ربما عندي عدم حكمة، ربما عندي عدم حدود، ربما أنا أسأت فالآخر أساء إلي بسبب إساءة سابقة، ربما أنا قصرت مع أخويا أو في تربية أبنائي أو في واجباتي ناحية الآخرين فأسيء إلي، ربما أنا أهملت في شغلي فبتعاقب من أجل إهمالي. في الآخر ما أقدرش أقول الآخرين بيؤذوني وأنا بريء تماما وبرئ نفسي، لأن ده بيبقى نوع من العمى الروحي وعمل بصيرة جهة نفسي جهة مسؤولياتي وأعمالي. ليه ساعات ما بنعرفش نغفر؟ هل الغفران عمل سهل أو هو قدرة إنسانية؟ لا، حقيقة الغفران يحتاج إلى نعمة إلهية، عايز شيء من قوة الله تحل فيه عشان أقدر أغفر، عايز رحلة عند الصليب وأبص على المصلوب غفر إزاي وأطلب منه نعمة وأذكر أسماء الناس بأسمائهم اللي أسألهم وأقول له أنا عايز أغفر لفلان. بس في فرق، أنا مش عايز أغفر ولا أنا عاوز أغفر وغير قادر على الغفران، دي تختلف. عندي قرار، خدت القرار إن أنا أغفر بس الرحلة صعبة عليا مش عارف أمشيها، ولو أنا واخد قرار إن لازم أنتقم أو لازم أشيل المرارة أو لازم أكره وأبغض الشخص. وأحيانا بناخد أساليب دفاعية شوية، حد أذاني طب أنا هبغض كل الناس وأقطع كل الناس، أنت في حالك وأنا في حالي، لا تأذيني ولا أذيك، طب أنا مش هثق في حد تاني، طب أنا عمري ما هساعد حد ولا أدي تعبي وعرقي ومجهودي لحد تاني. فأحيانا بيأثر على علاقاتي ويخليني تعبان. أنا عاوز ما أخدمش حد وعاوز أسيء الآخرين وأجرحهم قبل ما يجرحوني، ولا أنا عاوز أغفر بس مش قادر؟ يعني هي في رغبة وفي قرار بس ما عنديش قدرة. في الحالة دي ربنا يساعدني. لكن لو أنا رافض الغفران أساسا وكأني هقدم هدية وإكرام للي أساء إلي، لو أنا غفرت له مش هيحس بغفراني، أنا اللي هحس بالغفران، أنا اللي هتحرر، هو مش هيحس بالمرارة اللي جوايا، أنا اللي هحس بالمرارة، وأنا اللي بتأذي كل يوم وبتأخر كل يوم، وقتي وطاقتي وحزني بيضيع كل يوم، وهو قاعد ربما يكون تاب وربنا غفر له، ربما يكون بينمو في حياته الروحية وربنا راضي عنه، ربما ربنا يقبله ويبقى قديس وأنا ما أخدش ولا حاجة، أو ربنا هيأدبه ويعاقبه ويحاسبه من شغلانتي. مش كده الإنجيل بيقول لي النقمة أنا أجازي يقول الرب، لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، عشان مكتوب النقمة دي بتاعت ربنا مش بتاعت حد. أنا مش هقدر أظبطها في الانتقام والعقوبة، لكن ربنا عادل وكامل العدل، هو وحده اللي ينتقم. طب أنا أعمل إيه يا رب؟ أنت إن جاع عدوك طعمه، إن عطش فاسقه، لأنك إن فعلت هذه تجمع جمر نار على رأسه، أنت بتبكته. طب لو ما عملتش تسلم إلى المعذبين، الغيظ يعذبك، الحسد يعذبك، الحنق يعذبك. بقى هو سأنه هو مرتاح، هو سأنه هو بينجح وبيكبر. الغيظ يقتل الجاهل والغيرة تميت الأحمق. يعني أنا ممكن المرارة دي تمرضني وتقتلني، واللي أساء إلي تايب ومصلي وساجد لربنا وراكع ومقبول أمام الله، وأنا محتفظ بمرض المرارة والحقد والحسد والكراهية جوايا ضغينة، وبقول أنا ماشي في النور، أنا المظلوم، وأعيش دور الضحية إن أنا اللي متألم وأنا اللي مفترى عليا وأنا اللي مضطهد. وفي الحالة دي حياتي تفقد فاعليتها وتفقد حيويتها ونموها، معرفش أوصل لله ومعرفش أنال غفران الله، لأن أنا ما غفرتش لأخويا. ربنا غفر لي كتير وأنا مطلوب مني أغفر حاجة بسيطة، مقابل الغفران القليل هيتغفر لي أخطائي الكتيرة زي ما ربنا وعدني. في مثل عظيم ربنا يسوع المسيح بيشرحه في الإنجيل، مثل السيد اللي جاب عبيده واداهم وزنات وسافر ورجع عشان يحاسب عبيده على الوزنات. كان في عبد متقدم أخذ 10,000 وزنة، والوزنة في الوقت ده كانت كيس من الفضة فيها 6,000 قطعة فضة و6,000 دينار. دينار كان يومية بتاعت عامل اللي بيشتغل النهار كله من الصبح لغاية الساعة 11 اللي هي الساعة 5 المغرب. العامل اللي بيشتغل طول اليوم ده كله بياخد دينار، فالوزنة 6,000 دينار، يعني أجرة 6,000 عامل في يوم أو أجرة عامل في 6,000 يوم. مبلغ مهول يساوي 60 مليون دينار، يعني 60 مليون يومية. ده اتغفر بيه لأن العبد قال له ما عنديش وفيك، فسامحه وترك له الدين وأطلقه حرا. عمل 3 أفعال: المسامحة والغفران وترك الدين
وإطلاق المدين حر. الغريب إن اللي خرج ده خرج ولسه مثقل بالمديونية جواه، وطلع يلم فلوس من العبيد زمايله اللي كان عندهم مديونيات. لقى عبد زميله عليه 100 دينار، أمسكه وأخذ بعنقه وكان بيعنفه، مرضيش يغفر له في ال100 دينار. فالعبيد شافوا استاءوا، اشتكوا العبد ده لسيده: شفت اللي انت غفرت له ب10,000 وزنة؟ سجن العبد رفيقه على 100 دينار. فبعتوا جابوا وسلموا إلى المعذبين ويطرح في العذاب لكي حتى يوفي الفلس الأخير، ومش هيقدر يوفي، يعني يعذب إلى أبد الآبدين وإلى دهر الداهرين. ربنا غفر لي سقوطي وطبيعتي الفاسدة وأخطائي بتاعت كل يوم، عصياني وتمردي وشهواتي. أخويا أخطأ في هفوة إلي، لازم أغفر لأخويا عشان يتغفر لي الخطأ الكبير والحجم العملاق اللي عندي أنا والمديونية الكبيرة اللي علي، اللي أنا مستحيل هقدر أوفي الدين أو أسدد. في جلسة مع المسيح والتلاميذ قاعدين معاه، معلمنا بطرس الرسول سأل ربنا يسوع سؤال مهم عن الغفران. قال له: هو كم مرة مفروض أغفر لأخويا؟ هل إلى 7 مرات؟ يعني فاكر 7 مرات ده عدد كامل كده، لو غفرت له 7 مرات في التامنة أمسكه أحاسبه على ال7 اللي فاتوا، وعلى التامنة الجديدة أنا 7 مرات بغفر لك، وبتغلط تاني لا أحاسبك إيه بقى على ال8. ربنا قال له 7 مرات في 70 مرة اغفر لأخوك. محدش فاضي عشان يغلط 490 مرة في يوم لرفيق أو صاحب أو زميل ولا حتى الزوج. هيتعب، يعني قبل ما يوصل العدد ده هيتعب. الغفران ما يعنيش ان انا مش مجروح ومش متألم، انا بأقر بمشاعري، من حقي اغضب ونوح عليها واستاء واتألم وابكي على مشاعري، مش خطية ان انا اتألم. قديس يوسف البار الصديق اخواته لما جوله افتكر الإساءة والألم والمرارة، طلب مكانا ليبكي، وبعد ما دخل: ابعدوا عني كل انسان، طلعوا كل واحد بره، انا عايز ابكي، عايز موضع لوحدي محدش يشوفني، عشان يفضي مشاعره. فهغفر معناها ان انا غير متألم اطلاقا، انا بتألم وبنوح على ألمي وببكي على وجعي وبأقر ان انا موجوع، لكن انا مش هنتقم. عندي قرار بالعفو المجاني، مش عايز حاجة من الأساء إلي، انا سلمت القضية في يد الله، انا حتى مش عايز انتقام، مش عايز تبرئة للآخر، انا مجرد عايز اتعافى انا واعيش في حرية. انا بغفر ليا مش ليه، هو وربنا هيتحاسبوا مع بعض، قصة أنا مش فيها، لكن الغفران شيء لي يعني. احنا لو مش قادرين على الغفران لازم نبص للصليب ونشوف اللي قال: يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، والتمسوا العذر ليهم. ولكن حتى العذر نفسه مش هيدينا الغفران. لو أنا عارف ضعف أخويا برضه ببقى موجوع ومتألم، مش هيشيل الوجع، فهروح عند مستشفى الصليب وأنطرح تحته وأقول له: يا رب اديني زي ما أنت غفرت قدرة إن أنا أغفر. لإلهنا كل مجد وكرامة في كنيسته من الآن وإلى أبد الآبدين وإلى دهر الداهرين، آمين.